بزاف ديال الناس اليوم تالفين، ماشي لانهم فاشلين، ولكن لانهم عايشين حياه ماشي ديالهم. كل نهار تيتبعوا نموذج جديد، موديل جديد، كل نهار ماشي عندهم موديل واحد، كل نهار عندهم موديل جديد، ستيل جديد، موضه جديده، طريقه جديده، تيحاولوا يكونوا كي بحال الناس بلا ما يسولوا راسهم واش هذه فعلا الحياه اللي تنبغي نعيشها. كيبقى العقل في هذه اللحظه هذه كيولي ما تيقدرش الفرق ما بين الرغبه الحقيقيه للانسان والرغبه المبرمجه ترافيغ لي ريزو سوسيو. الرغبه الحقيقيه اللي تجي من الداخل، من القلب، من التجربه، من لي فالور، من القيمه. اما الرغبه المبرمجه كتجي من الخارج، تجي من الصوره، تجي من هذوك اللايكات، من الاعجاب من المجتمع. تيولي واحد لو غاب انكرويابل، ومع الوقت تولي عندك جوج حياه. تكون حياه تعيشها قدام الناس، وحياه مخفيه داخلك ما راضيش بها. هنا فين تيجي بزاف الناس تيجيهم الاحباط. قدام الناس راه بخير، ولكن في داخلنا راه شي حاجه ماشي هي هذيك. النفس يقول هذه الظاهره هذه سميتها التنافس الذهني. شوف، يعني كتعرف في عمقك ان الطريقه اللي عايش بها ماشي منسجمه مع داك الشيء اللي حاس به. كتضحك ولكن من الداخل متعب، كتنجز ولكن ما فرحانش من الداخل، كتنشر النجاح ولكن ما تتحسوش احبابي. العقل كيبقى مشدود، تيبقى مشدود ما بين جوج الصوره اللي كيبغي يبان بها والحقيقه اللي باغي يعيشها، وهذا تناقض كبير جدا.